في عالم نفسي أمريكي مشهور اسمه روي بومستر، وده واحد من رواد دراسة قوة الإرادة. عنده نظرية معروفة جدا اسمها الإيجو ديبليشن، أو اللي ممكن نترجمها لاستهلاك الأنا. الراجل ده بيقول إن مقاومة القرارات الاندفاعية ومقاومة الضغوط النفسية بتحتاج طاقة، ولما مخزون الطاقة ده بيقل قدرتنا على إننا نفضل حازمين وثابتين بتبقى صعبة لحد ما ناخد شوية راحة ونرجع نعيد شحن نفسنا. الكلام ده مش مجرد رأي، ده مدعوم بالدراسات. وفي سنة 1998 بومستر عمل تجربة مشهورة قسم فيها الناس لمجموعتين علشان يحلوا بازل صعب، وحطوا قدامهم طبق كوكيز. المجموعة الأولى قالوا لهم هتقاوموا الكوكيز وتاكلوا فجل بس، والمجموعة التانية قالوا لهم براحتكم كلوا كوكيز زي ما انتوا عايزين. ايه اللي حصل؟ الناس اللي اتطلب منهم يقاوموا الكوكيز ويكتفوا بالفجل استسلموا بعد 8 دقايق بس، لكن المجموعة اللي أكلت الكوكيز قعدوا 19 دقيقة يحاولوا يحلوا البازل. وده معناه إن الممنوع مرغوب، والمقاومة المستمرة بتستنزف الإرادة بسرعة.